لو دورت في التاريخ ممكن تلاقيها موجودة قبل الأهرامات. الشنطة اللي مليانة أكياس بلاستيك، يمكن حتى الفراعنة كان عندهم شنطة أكياس، بس وقتها كانت أكياس بردي. الشنطة دي غالبا بتبقى في المطبخ تحت الحوض أو ورا باب البلكونة. شنطة كبيرة متينة، كانت في يوم من الأيام شنطة محل هدوم أو شنطة هايبر ماركت، دلوقتي بقت الخزنة الوطنية للأكياس. هو احنا اللي بنخزن أكياس عشان ممكن نحتاجها؟ طب إمتى؟ محدش عارف. يمكن نحتاج ندي جارة لينا طبق محشي أو نرمي الزبالة أو حتى نحط فيها أكياس تانية. مرة فتحت شنطة الأكياس لقيت فيها كيس تاني، جوه الكيس التاني كيس أصغر وجواه كيس أصغر، لحد ما في الآخر لقيت كيس كان فيه بون بيرجع تاريخه ل 1999. شنطة الأكياس مش مجرد شنطة، دي دليل على إننا شعب بيعرف يحوش. يمكن مش بنحوش فلوس، بس بنعرف نحوش أكياس، ودي حاجة تخلينا فخورين، لأن الغرب ما عندهمش الشنطة دي. شنطة الأكياس هتفضل رمز الصمود، هتفضل موجودة. يمكن تلاقيها في المتاحف بعد 50 سنة وتحتها لفتة مكتوب عليها الشنطة المصرية، سر لم يكشف بعد. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. ما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.